قاتل متوحش وممثل بارع، مش السفاح، لا ده قرب لك بكتير. كائن اللي عامل نفسه بريء وناعم سلافي كده، وراه تاريخ دموي مظلم. كائن اللي غنى لها الحكمتير عبد الباسط حموده وقال لها قطتي من واحنا صغيرين متربيين على القطه مش هي حلوه بس شقيه. بس هل كنت متخيل الشقاوه ان هي ممكن تقتل بدم بارد؟ خليني اقول لك ان القطه مش بتقتل بس عشان تاكل، دي ساعات بتقتل عشان تستمتع. القطه اللي بتلعب مع الفار قبل ما تقتله ده مش عشان هي عويله ولا ضعيفه مش عارفه تقتله بسرعه عشان تاكله، لا حاسب، دي بس بتعمل كده عشان تستمتع بيه وهي بتعذبه قبل ما تقتله وتاكله. جم في جامعه جورجيا بقى حبوا يعملوا اختبار، عملوا ايه؟ قالوا احنا هنركب كاميرات لبعض القطط المنزليه، بس النتيجه ايه؟ صادمه. القطه بتقتل وتاكل 30% بس من فرائسها. هتقولي طب والباقي بتعمل فيه ايه؟ هقول لك بتسيبه يعاني من الالم ويموت. لسه بتقولي لطيفه دي. تعال بقى للجانب الاجتماعي. القطة عندها سلوك نرجسي بحت، وده بيبان في سلوكها اليومي مع البشر، تاكل تلعب تتمسح فيك، وبمجرد ما تلاقي فرصة أحسن ولا كأنك موجود. حرفيا هتاكل وتنكر، والدليل القطط اللي بتهرب من بيوت صحابها بمجرد ان حد يديلها اكل اكتر. الجانب المظلم اكتر بقى ان هي ممكن تبقى قاتله. ايوه، تعرف ان القطه ممكن تقتلك وانت نايم؟ ده حتى في حالات سجلت ان القطط قتلت اطفال رضع مجرمين حرب. ويا ترى السبب ايه؟ انها غيرونه او عايزه تتدفى. طفل رضيع نقولنا نايم في سريره، القطه تطلع عليه بتدور على مكان دافي من غير قصدها تكتم على مناخيره او بقه يموت الله يرحمه. ده حتى يا اخي زمان الناس كانت عارفه اللي فيها. في العصور الوسطى كان كل ما يشوفوا قطه سودا لازم الناس تترعب منها، لدرجه ان هم كمان كانوا بيحرقوهم عشان دايما شايفينها رمز للشر، شيطانه. بس ده برضو مش من فراغ، انا عاذرهم. حتى بص تصرفاتهم، تقعد تراقبك بنظرات بارده، تبص لك من بعيد، تظهر لك فجاه غريبة. سيبك بقى من كل الكلام ده، تعالي نشوف البيئة. القطة مسؤولة عن انقراض عشرات من أنواع الطيور المختلفة والحيوانات الصغيرة والحشرات، وده بسبب شهيتها المفتوحة للصيد. في استراليا بس القطط بتقتل أكتر من مليار حيوان سنويا، مليار. فبعد إذنك بقى ما تجيش تقول لي بعد كده القطة مش هي حلوة بس شقية، عشان أنت ممكن اللي يبقى في بيتك ده قاتل مستنيك يا دوب تروح في النوم ويقتلك. بس قبل ما تموت عايز أقول لك حاجة مهمة، اعمل لايك سبسكرايب لو انت مش مفعل زر الجرس. ما جاتش على دي.